السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم. مهلبية الصوبيا زي أي مهلبية بنعملها ومشروب حلو. بس النهاردة هنعمل من الصوبيا مهلبية. طب ازاي عليها نعمل الصوبيا مهلبية؟ معانا حليب أو لبن هنسيبه بيغلي اهو، بسم الله ما شاء الله. معانا كريم شانتيه، معانا لبن بودرة، معانا شوكولاتة علشان ابنك وولادك ياكلوا مهلبية، ومعانا معلقتين جوز الهند، ومعانا معلقتين نشا، معانا كيسين فانيليا. والصوبيا دي انا بشتريها من العطار، دي صوبيا خام. تمام يا بنات؟ ويلا بينا علشان نعمل طريقة مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا على المطبخ نشوف هنعملها ازاي. علشان اعمل مهلبية الصوبيا، الصوبيا هي جميلة وحلوة، جايبها من عند العطار، دي صوبيا خام. بتقول العطار عايزة ربع كيلو صوبيا تعملي منه كل حاجة. هنحط حوالي 5 معالق صوبيا خام، دي بطلة الحلقة بتاعتنا عشان هنعمل منها مهلبية. كده انا حطيت 5 معالق يلا 6 معالق صوبيا عشان تبقى ايه الولاد ياكلوا حاجة حلوة كده. دي 6 معالق لبن صوبيا خام علشان ولادي يحبوها وتبقى كريمي كده المهلبية بتاعتك. عندي لبن بودرة، بسم الله ما شاء الله اهو، هحط معلقتين كبار عليها. انا عايز الحاجة تبقى مغذية كده. 3 معالق لبن بودرة كبار. تمام، اللبن البودرة ده اختياري يا جماعة. تمام، وبحط معلقة واحدة نشا كبيرة اهو، وبحط شوية معلقة صغيرة كده جوز الهند عشان دي صوبيا لازم نديها طعم الصوبيا. ومعانا كريم شانتيه طبعا كلنا عارفينه اهو، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة تحطي الحاجات اللي هي الجافة الاول. طبعا الكريم شانتيه ده يا جماعة بيودي اي مهلبية رز بلبن، بيوديه في عالم تاني، حاجة جميلة وحلوة. بنحط حوالي كده معلقتين كبار اهو، دي كريم شانتيه. هو اهم حاجة انك انت تدوبي الحاجة الجافة دي الاول. تمام، وكده خلصنا. فاضل معانا الكيسين الفانيليا الصغيرين دول، دي الواحد بجنيه، يعني حاجة بسيطة. وانت بتعملي طبق مهلبية عشان ولادك وجوزك ياكل من المهلبية بتاعتك الجميلة. ودي مهلبية الصوبيا دي جميلة. هنضرب المكونات دي كده مع بعض بالمضرب صغير. اهم حاجة الخلطة اللي انت بتعمليها دي. ومعانا كوبايتين مية اهو، بنعمل دي كلهاته على البارد اهو، ندوب دي كويس كده. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. يا رب المهلبية تعجبكم، وهي حاجة حلوة، واي مشروب قدامك تقدري تعمليه مهلبية كده. اهم حاجة انك انت بتضربي علشان الكريم شانتيه يعمل رغاوي كده ويبقوا معانا جميل. معايا لبن حليب، بحط معلقة سكر كده. اللبن ده انا جايبه من عند اللبان، ما بحبش اشتري. يعني المهلبية بالذات اعمليها بلبن من عند اللبان، بيبقى القشطة بتاعته كتير وحلو. تمام، اهم حاجة دوبي السكر، ودايما تخلي المهلبية بتاعتك لو انت هتعمليها بالصوبيا، لان الصوبيا عليها اصلا سكر بودرة. الصوبيا عبارة عن فانيليا ونشا
وبحط عليها دقيق شعير. تمام. وهي مشروب الناس كلها بتحب تشربه في رمضان ومن غير رمضان. تمام. دوبت السكر كده مع الحليب او اللبن. كل اللي عليا انني اجيب الصوبيا بتاعتنا اللي انا حطيتها في الاول، ونبدأ نقلب واحدة واحدة كده، وننزل كده جميل بسم الله، ومع التقليب المستمر اهو. ونشوف كده. انا بعمل مهلبية الصوبيا في شهر رمضان، حاجة جميلة وحلوة، وتقدري تعمليها في اي وقت. واسألي ولادك وجوزك ايه رأيكم في المهلبية دي. وبعدين احلى حاجة فيها انها تتعمل بالشوكولاتة. تمام يا بنات. بنبدأ ننزل شوية بشوية كده اهو. ودكم معانا يا جميل. بضيف كوباية سكر كمان عشان الكيلو اللبن بياخد كيلو سكر. ونبدأ نقلب. ودكم معانا. اهم حاجة وانت عاملة المهلبية، اهم حاجة انك انت وانت واقفة اعملي المهلبية بتاعتك بمزاج عالي قوي، واعمليها صلي صيامك. انت بتعملي حاجة، احنا مش هنعمل مهلبية عشان نبيعها، بنعمل مهلبية علشان ابني وبنتي وجوزي ومامتي هياكلوا منها. فعايز اللي يجي ياكل معلقة مهلبية صوبيا يقولك الله ينور عليك يا ماما، تسلم ايديك يا ماما، اعملي لنا من دي تاني. تمام يا بنات. فدايما لما تخش المطبخ انسي اي مشكلة عندك موجودة في حياتك. انت داخلة تعملي اكل، يعني المطلوب منك انك انت تعملي اكل لاولادك وجوزك. لازم يبقى بالك مرتاح ونفسيتك مرتاحة مهما كانت مشكلتك. سيبي كل حاجة على الله. ربنا يمكن بيختبرك، يمكن بيمتحنك، بيشوفك هتعملي ايه. وكل حاجة ليها حل. تعملي الاكل بمزاج، اعمليه بحب. يا سلام ما بتاخدي وتدي كده مع اي صنف اكل انت بتعمليه في المطبخ، اعمليه بحب. هتلاقي كل حاجة ليها نفس، والتسمية في الاكل حلوة اذا كان مشروب او غير مشروب، عشان ربنا يبارك في اللقمة اللي انت بتعمليها او المشروب اللي انت بتعمليه. بنبدأ نحط شوية بشوية. وانا واقفة يعني انا واقف اهو عمال اقلب، مش يعني اهم حاجة ان انا احس ان المضرب هيبدأ يتقل معايا، يبقى احنا كده دخلنا في التسوية. كده انا بسوي النشا واللبن البودرة والمكونات اللي احنا حطيناها. والصوبيا اصلا ريحتها جميلة. بصوا كده هتبدأوا تلاقوا الاحراف دي بدأت تسخن اهي. تمام. شايفين الاحراف الجوانب دي هتبدأ تسخن. وانا بقلب المهلبية استوت اهي. اهم حاجة في المهلبية معلقتين النشا اللي انت بتحطيهم، اهم حاجة يستووا. تمام. المهلبية بدأت بسم الله ما شاء الله كريم اهي، عشان حطينا عليها كريم شانتيه، وضفنا عليها معلقتين لبن بودرة عشان ولادي يتغذوا ويبقى كده بسم الله ما شاء الله. يقولوا لي الله ينور عليك. اي واحدة ست او اي ام تبقى منتظرة جوزها يقول لها الله ينور عليكي. منتظرة بنتها تقول تسلم ايديك يا ماما. حاولي شجعي مامتك، شجعي ما تعمل لك لقمة حلوة كده شجعيها، بوسي ايديها تسلم ايديك يا ماما. شجعيها، دعمي ماما في المطبخ. حتى ماما ما تخش تعمل لكم الحاجة تبقى مبسوطة كده وهي معاك. حاولي ساعدي مامتك، تعلمي منها كل حاجة. كده يا بنات انا خلصت. ونبدأ نفرغ بقى المهلبية بتاعتنا، مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله. شايفين مهلبية الصوبيا اهو كريمة وحلوة ازاي.
هنقول بسم الله كده ونبدأ نفرغ في الطبق. يا جميل، بسم الله ما شاء الله. تمام، احلى طبق مهلبية بالسوبيا في رمضان. هنجيب واحد كمان اهو. يا جميل، ازاي تعملي صوبية مهلبية او مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم. شايفين؟ يا ريتكم كنتوا جنبي عشان ادوا الاكل بتاعي. انا بحب الناس كلها والله تاكل من ايدي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. انا بس هنتظر. بسم الله. شايفين مهلبية ازاي تعملي مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم اهو. حاجة بسيطة مش هتكلفك حاجة. حاولي ابدعي يا قشطة اهو. ازاي تعملي مشروب الصوبيا مهلبية او مهلبية الصوبيا. اتعملت، انا عملت من البطيخ مهلبية صح. ابقوا معانا. لو عندك علب زبادي فاضية كده ممكن تعملي فيها اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة كده وحلوة. دي علبة زبادي فاضية واروح عامل فيها، مفيش اي مشاكل. حاجة خفيفة كده اهو. شايفين؟ اي حاجة فاضية عندك ممكن تعملي فيها قشطة. وكده يا جميل عملنا مهلبية الصوبيا في شهر رمضان الكريم. دي شوكليت، وشايفين 2 كيلو لبن. بسم الله ما شاء الله. طلعوا معايا كام طبق، والطبق كبير ومحمل. بسم الله ما شاء الله. انا عندي شوكليت اللي هو الابيض الاسمر. ببدأ ازوق كده الحاجة بتاعتي، اخلي ابني عينيه تيجي عليها وياكل منها. شوكليت ابيض كده مع اللون الاسمر بتاع الشوكولاته هياكلها. حتى هو لو ما بيحبش المهلبيه هياكل مهلبيه. طبق صغير يعني. دي طبق بتاعت زبادي فاضيه، بغسلها وبنضفها وبخليها للحاجات اللي زي دي. طريقه عمل مهلبيه الصوبيا بالشوكولاته في شهر رمضان الكريم. بسم الله ما شاء الله. غرقي كده وخلي ولادك ياكلوا الشوكولات دي. مهلبيه بقى صوبيا مع شوكولاته، حاجه ماكس كده يا معلم. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. تسلم ايديكي. لو عملت اللقمه دي الطريقه، طبق حلو كده جميل تعمليه لجوزك وولادك. حاجه جميله، وابنك هياكل منها وجوزك هياكل منها، هيقول لك الله ينور. ابدعي، حاولي صنفي كده. عندك خير ربنا كتير، اعملي. والحاجة لو انت اول مرة تعمليها في حياتك اعملي منها عينة صغيرة. تمام يا قشطة؟ يا رب تكون مهلبية الصوبيا عجبتكم بالشوكولاتة. حاجة جميلة. لو حد عايز بجوزة الهند مفيش مشكلة. عندك جوزة الهند، شايفين الجمال؟ عندك جوزة الهند حط لهم جوزة الهند، بس انا بحبها بالشوكولاته. ادي جوزة الهند. لو حد عايز بالمكسرات هتحط له مكسرات. طبعا عملنا طبق بجوزة الهند، ممكن تعملي الطبق اللي جنبه بالمكسرات كده. على فكرة دي سوداني محمص ولسه جايبه من مقلة. بيبقى مع الحاجة دي بتبقى عاملة زي البندق كده. مش لازم تجيبي بندق ولا لوز، اي حاجة تصرفي. ابدع يا قشطة اهو. تمام. ادي بجوزة الهند وادي بالشوكولات. بس بسم الله ما شاء الله عملنا طريقة جميلة. واللي عايزه مهلبية بالصوبيا، مهلبية الصوبيا عايزها سادة موجودة اهي. شايفين؟ بس ما تيجي تعملي مهلبية الصوبيا ما تحطيش الشوكولاتة وهي سخنة، سيبيها حوالي 10 دقايق كده اهي. تمام، علشان الشوكولات يبدأ يسيح عليها كده وينزل عليه.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات ليا على منصة اليوتيوب. يا ربنا ما يحرمنا منكم. لو عجبتك الوصفة دوس لايك يا جميل، دعموني بلايك وكلمة حلوة منكم. احنا في شهر رمضان، اللايك اصلا بلاش مش بفلوس، في رعاية الله وامن. حلقة قادمة.